السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حياكم الله إخواني جميع اللي يتابعون قناتنا على اليوتيوب، قناة مربين الدواجن بسوريا. حياكم الله إخواني. طبعا هاي الوقت ما في عدوى نوكاسل هي الطاعون، ولكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. دخل علينا دجاج من برا واللي نقل المرض. طبعا الحمد لله نرضى بما الله عز وجل يكتب لنا إياه، هذا نصيبنا يعني الحمد لله. إخواني موضوع هام إنه أعراض، يعني أنا ظليت 3 أيام كشفنا إنه عندنا نوكاسل. هو معروف عندنا بالمناطق الشرقية وبسوريا إنه اسمه طاعون. إخواني أعراضه سيلان بالأنف والطير، يعني شايفين يعني يكون مو طبيعي، حركته ضعيفة وأكله خالص ما يأكل إشي. طبعا هاي أعراضه. طبعا هسه نظف دجاجنا من المرض، طبعا بفضل إنه عقمنا بمعقم معقم فيروسي المجنة بالبخاخة، بخاخة الظهر. حطينا بعض العلاجات الثقيلة والحمد لله رب العالمين. هو هذا ما له مرض، ولكن العلاج انه يخفف الإصابة يعني عن الدجاج البقية، وهذا اللي يظل بده يروح من المجنة، ولكن الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل إخواني. وإن الله انه ما يضر مسلم بدواجنه او بأي ماله او عمله. طبعا هاي ظلت من 1200 تقريبا، راح فوق النص، يعني لسه 700 طير راحت من عندنا والحمد لله. طبعا البقية يربى، ولكن أعراضه إنه ما يمشي الطير، تعبان الطير، الأنف تبعه لام سواد بأنفه، في سيلان. تمام إخواني. أول ما تشوفه تقول هذا مرض تنفسي، هو لا. والحمد لله على كل حال إخواني. هاي الموضوع اللي أفيدكم به اليوم. جزاكم الله، نتمنى منكم الاشتراك بالقناة.